هل ممكن حبة تشكيل ضمة وفتحة وكسرة يأثروا على البرفورمانس بتاع ال AI models؟ طبعا التشكيل مهم جدا في العربي لان هو بيساعد ان هو يريزولف الامبيجويتي اللي موجوده في التكست. يعني ايه؟ ممكن يكون عندي كلمتين فيهم نفس الحروف بالظبط ولكن ليهم معنى مختلف حسب التشكيل اللي موجود عليهم، زي كتب وكتب. ولكن هل ده بيأثر على ال AI models ولا لأ؟ وده السؤال اللي هيجاوبوا عليه البحث اللي معانا النهارده. البحث ده اتنشر السنه دي في ACL Findings، وهيجاوب على السؤال اللي احنا بندور عليه: هل التشكيل بيأثر اولا على عمليه التوكنايزيشن، ثانيا هل بيأثر على اللارج لانجوج موديل performance؟ التوكنايزيشن هي عملية ان احنا بنجيب تكست كبير ونقسمه ليونت صغيرة، ممكن تكون كلمات او حروف او سب وورد يونتس، وفي الاخر بنسميها توكنز. المشكلة ان التشكيل سلاح ذو حدين. من ناحية هو بيساعدنا على الفهم ودي حاجة كويسة جدا، بس في نفس الوقت هو ممكن يؤدي او يطلع مشكلة للتوكنايزيشن. ازاي؟ انا لما بضيف الدايكريتكس ده بيخلي ان كلمه تتقسم لسب ووردز اكتر، وده بيؤدي لحاجه اسمها توكن فريجمنتيشن، وده مش حاجه كويسه للموديل لان هي ده معناها ان بتخلي الموديل يتلخبط اكتر. فالعلماء في البحث ده عملوا تجربه لذيذه جدا. اول حاجه جابوا 3 انواع من التكست. اول تكست اندكريتايزد، يعني ايه؟ ما فيهوش اي تشكيل خالص، اللي هو التكست العادي الطبيعي اللي احنا بنشوفه ممكن في الاخبار او في حاجه يعني كتاب عادي باللغه العربيه. تاني نوع اللي هو الوايلد ديكريتايزيشن تكست، اللي هو تكست اللي هو فيه التشكيل الطبيعي. يعني ايه التشكيل الطبيعي؟ احنا في الطبيعي ان احنا ما بنحطش تشكيل على كل حرف، لا بنحط التشكيل المهم بس، زي مثلا الشده، السكون في بعض الاماكن، بنحط مثلا التنوين وهكذا. فده التشكيل الطبيعي اللي بيظهر من الانسان العادي. وتالت نوع من التشكيل هو الفول ديكريتايزد، اللي هو النص كله متشكل، كل حرف عليه التشكيل بتاعه، عليه الحركة بتاعته. وبعد كده جابوا 9 لارج لانجوج مودلز مختلفة. طبعا جابوا اللارج مودلز اللي هي المشهورة قوي زي GPT-4 مثلا وغيره، وكمان جابوا مودلز ليها علاقة باللغة العربية بالذات زي فنار من قطر وعلام من السعودية ومودلز تانية. والنتيجة كانت واضحة جدا بالنسبة لتأثير التشكيل على التوكنايزيشن. كل ما التشكيل بيزيد كل ما عدد التوكنز كان بيزيد، لأن الكلمات بتتقسم لمجموعات أصغر، وده طبعا مش حاجة كويسة. فبالتالي كان الفول ديكريتايزيشن هو كان أكتر تكست كان التوكنايزيشنز فيه سيء جدا، لدرجة إن في بعض المودلز كانت بتعتبر كل حرف لوحده هو توكن. وبالنسبه لتاثير التشكيل على البرفورمانس بتاع اللارج لانجوج مودلز، لقينا ان معظم المودلز كانت كويسه جدا مع الوايلد دايكريتايزيشن، اللي هو التشكيل الطبيعي اللي بيظهر في التكست، ما كانش عندها اي مشكله. ولكن لما حطينا الفول دايكريتايزيشن، حطينا التشكيل الكامل، لا البرفورمانس اتاثر جدا، واتاثر بشكل واضح كمان. ليه؟ لان مجرد الدوكنايزيشن اتاثر، كمان مش مجرد الدوكنايزيشن ده، كمان الريبريزنتيشن جوه الموديل اتاثر. فبالتالي التشكيل الكامل او التشكيل اللي هو الفول ديكريتايزيشن ما كانش احسن حاجه، لان هو ادى الى برفورمانس اقل. الحاجه الانترستنج جدا هنا ان لما شلنا التشكيل خالص برضك ما كانش احسن حاجه. احسن حاجه ساعدت المودلز انها تبرفورم كويس كان اللي هو الوايلد ديكريتايزيشن، اللي هو التشكيل الطبيعي اللي بيظهر في التكست. فلا احنا نشيل خالص التشكيل ولا احنا نحط التشكيل كامل، يعني التشكيل اللي في النص ده اللي هو بعض التشكيل كان افضل حاجه. ودي طبعا حاجه انترستنج جدا، لان هو كان المعتاد في فتره من الفترات بالنسبه للجزء الهندسي، يعني ان هم يقولوا احنا هنشيل التشكيل خالص ونعتمد على التكست زي ما هو عشان نخلي البرفورمانس احسن. طبعا ده ما كانش افضل حاجه زي ما احنا شفنا في النتيجه دلوقتي. وليه ده بيحصل؟ لان التوكنايزر مش متصمم ان هو يعرف يهندل التشكيل بطريقه صح، وده ادى ان هو بيطلع رير توكنز مش معتاده او نادره، لان دلوقتي بقى تقريبا كل حرف بالحركه بتاعته بقى توكن لوحده، وده اللي هي مشكله التوكن فريجمنتيشن اللي قلناها في الاول. وده طبعا اثر على الموديل، لان الموديل مش قادر يشوف الباترنز الموجوده في الداتا بشكل واضح. يعني مثلا لو عندنا كلمة قصيرة، فلو هي من غير تشكيل كانت ممكن تبقى توكن واحد، لكن بعد التشكيل بقت ممكن 3 أو 4 توكنز أو أكتر. وده معناه إن الانبوت بقى أطول، الكومبيتيشن كوست بقى أعلى، والفهم بقى أقل.
والخلاصة بتاعت البحث ده ان احنا لو هنبني Arabic Large Language Models لازم ناخد بالنا من الحاجات الجاية دي. اول حاجة نستخدم التشكيل الطبيعي اللي هو بيظهر في التكست بشكل طبيعي. تاني حاجة ما نستخدمش الفول ديكريتايزيشن او التشكيل الكامل اللي هو كل حرف بالحركة بتاعته زي ما قلنا، ده مش احسن حاجة للموديل. وتالت حاجة ما نستخدمش التشكيل بشكل اعمى، لازم نعرف التشكيل ده نختار انهي تشكيل مهم وانهي تشكيل مش مهم، وده دور اللينجويست مش الانجينيرنج. وحاجه كمان ان احنا نبني ونحسن التوكنايزرز بحيث ان هو يقدر يتعامل افضل مع النص المشكل. فالتشكيل مش هو المشكله، المشكله في طريقه تعامل التوكنايزر معاه. فانتوا بقى شايفين ايه؟ هل التشكيل مهم ان انا اضيفه في التريننج داتا ولا مش مهم؟ ان شاء الله في فيديوهات تانية لابحاث تانية باذن الله في الارابيك NLP اشوفكم فيها باذن الله. باي باي.